والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين المكتبه. معكم محمد في فيديو جديد وريفيو جديد لواحده من الساعات الاصليه في الفئه الاقتصاديه، وهي الساعه زبليز الفيب 7 برو. ارخص ساعه في السوق المصري حاليا، بتيجي بمواصفات ميليتري. يعني ايه ميليتري؟ يعني حاجه بتستحمل الصدمات والخبطات، الميه، الوقوع، الخبط، الحاجات اللي هي ايه الشاقه في استخدامك للساعه. فهي الساعه الزبليز الفيب 7 برو من براند زبليز. براند زبليز يعني احنا دي ثالث فيديو نتكلم عنه في الفتره القصيره اللي فاتت. اتكلمنا عن البيتوك 3 برو، ساعه جميله قوي. اتكلمنا عن الجي تي ار 3 برو، برضه ساعه جميله قوي وسيمبل. بنعلي بقى الليفل وبنتكلم عن 7 برو وبنتكلم عن ميليتري، حاجه ضخمه، حاجه قويه، حاجه بادي كامل من المعدن. فدي فيديو ليها بعد تجربه استمرت لحد 4 أو 5 ايام. فتعالى نبدا الفيديو اول جزء ونتكلم عن الانبوكسنج ومحتويات العلبه الخاصه بالساعه اللي معانا النهارده، وهي الزبليز فيب 7 برو، واحده من الموديلات المميزه جدا من براند الزبليز. شكل العلبه مميز جدا وتفاصيلها حلوه، ومكتوب فيها شويه تفاصيل من امكانيات الساعه بخلاف شكل الساعه تحفه. انت عندك الشاشه بتيجي من نوع الالترا اتش دي اموليد، فيها طبعا رد على المكالمات، وبتيجي تعمل قياسات على مدار 24 ساعه، وفيها مجموعه من الالعاب الرياضيه. ده شكل الساعه اهوت. في الظهر مكتوب هنا اسم الموديل واللون بتاعها، وشويه بقى تفاصيل عن الشركه ومكانها فين في الصين بلغات مختلفه. مفيش تفاصيل كتيره. خلينا نفتح العلبه ونشوف محتويات العلبه من الداخل. بيكون عندنا شكل الساعه محطوط جوه البوكس ده. هنشوف شكل الساعه مع بعض. ده الديزاين والتصميم بتاع الساعه، شكلها ما شاء الله حلو، تصميم حلو. كل ده من معدن، البادي ده كله من المعدن، كل البادي بتاع الساعه من المعدن. تحت هنا بلاستيك مقوى، فالساعه بتيجي ببادي كامل من المعدن. شكلها حلو قوي قوي. نعم الساعه دي معايا بقالها فتره بس ما كنتش جربتها، لكن الصراحه شدتني ليها مؤخرا وقلت اما نشوف الدنيا فيها بتقول ايه. فده شكل الساعه. عندنا ايه كمان بقى جوه في العلبه؟ هيكون عندنا هنا ده الاستراب جاي في كفر كده لوحده. حلو جدا موضوع ان هي جاي متكفر لوحده كده. خامة الاستراب حلوة جدا برضو ومتينة. استراب رايق يعني ومريح جدا، هيبقى مريح جدا في اللبس. قطعة تانية من الاستراب معدن، وعندك هنا لوك استراب عشان خاطر الاستراب ما يتحركش من مكانه. ده بالنسبة للاستراب. واخر حاجة معانا هيكون الشاحن الاتنين بينا اليو اس بي. ده شكل الشاحن بتاع الساعة، يو اس بي 2 بينا بالشكل ده. وكمان معانا الكتالوج بتاع الساعة اللي فيه كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها عن الساعة. بس طبعا يعني احنا شارحين لك كل المواصفات في الفيديو. فبكده ان شاء الله نكون استعرضنا كل محتويات العلبه. تعالى بقى نفتح الساعه بقى كده مع بعض ونخش على الجزء الثاني من الفيديو ونتكلم عن المواصفات التقنيه بقى والسوفت وير الخاص بالساعه. واول حاجه هستعرض معاك شكل الساعه. ده التصاميم شكل الساعه بقى بالتفاصيل. هنا في زراير، عندك هنا المايك، عندك هنا هاتين السماعات، ده البنز بتاع الشاحن، سلاسل القياسات بتاعه الاكسجين والنبض وخلافه. وده شكل الساعه. تعالى نركب الاستراب عشان برضو الاستراب برضو بيوضح شكل الساعه بشكل افضل. يعني طبعا الاستراب جاي بمقاس 22، تقدر تغيره باي استراب في السوق بنفس المقاس، تمام. لكن طبعا الاستراب اللي جاي معاه استراب حلو قوي، شكله في الايد مميز جدا. يعني ده شكل الساعه اهو بعد ما ركبنا الاستراب بتاعها. نشوفها في الايد بقى شكلها عامل ازاي. وده شكل الساعه في الايد، حلوه ما شاء الله جميله. ده بالنسبه لشكل الساعه. تعالى نتكلم عن اهم المواصفات التقنيه للساعه، لان هي بتيجي بحجم شاشه 1.43 انش، طبعا فيها اولويز اون ديسبلاي. ده ممكن تقعد معاك لحد 30 يوم مع وضع توفير الطاقه. طبعا مقاومه الماء بمعيار 3 اي تي ام، يعني ممكن توضى بيها وتغسل بيها ايدك، مفيش مشكله في الاتصال. طبعا الساعه بتشحن في ساعه ونص، وعلى وضع توفير الطاقه ممكن تقعد معاك 30 يوم. في الاستخدام العادي من 10 ل 14 يوم، الاستخدام الكتير ممكن تقعد لحد 4 ايام. دي بالنسبه للمواصفات التقنيه الاساسيه للساعه. تعال نفتحها بقى مع بعض كده ونشوف السوفت وير والدنيا من جوه هتبقى عامله ازاي. الساعه جايه ببادي كامل زي ما قلت لك من المعدن، بيديها قوه وتحمل للصدمات والخبطات بشكل مناسب جدا ومثالي بطريقه مميزه. يعني ضغطه طويله بقى على الزرار ده كده عشان نفتح الساعه. اعتقد ضغط المود 3 ثواني يعني، او الساعه بقى فاصله شحن وش يعني. ده الساعه فاصله. طيب هي الساعه فاصله شحن، فاحنا نسيبها تشحن شويه كده ونرجع تاني نكمل الفيديو بقى. وده شكل الساعه بعد بقى ما شغلناها وبتاع. وده شكل من اشكال الاولويز اون ديسبلاي. طبعا انا بجرب الساعه بقى لي بتاع 4 5 ايام. فزي ما انت شايف ادي شكل بقى الساعه، تمام، والديزاين بتاعها. وده زي ما قلت لك شكل من اشكال الاولويز اون ديسبلاي، شكله جميل قوي قوي. بنفتح الساعه بقى بالشكل ده، ما شاء الله الوان الساعه والشاشه تحفه جدا. خلينا نخش على طول على السوفت وير بتاع الساعه. وعندك لما بنسوايب من فوق لتحت كده بنخش على الشورت منيو اللي بيكون فيه بقى شويه الحاجات اللي قدامك دي. اول حاجه هنا ده وضع توفير الطاقه. عندك هنا التحكم في البرايتنس بتاع الساعه. طبعا انا في التصوير بقلل البرايتنس عشان الشاشه ما تحرقش مني يعني. عندك هنا السيتنج، هنتكلم بالتفصيل لما نخش على السوفت وير. عندنا هنا لما نكون عايزين نبحث عن الموبايل
تمام. عندنا هنا كمان الاباوت بتاع الساعه، تمام، مكتوب ان هو اسم الساعه فيب 7 برو. وعندك هنا الكشاف بقى تنور بيه قدامك كده لو انت عايز تشوف اي حاجه في مكان ضلمه. عندنا هنا اوبشن المكالمات، هي طبعا جاي بتفصيله حلوه جدا، وهي ان انت عايز تفتح الاوبشن ولا لا. فاول حاجه بيكون عندك اوبشن ان انت تكلم وترد من الساعه، وعندك الاوبشن الثاني ده ان انت تتحكم ان الوسائط تروح للساعه ولا لا. بعد كده في عندنا هنا وضع عدم الازعاج، تفتحه وتقفله من هنا. ده بالنسبه لما بنسوايب من فوق لتحت. لما بنسوايب بقى من تحت لفوق كده بنخش على الاشعارات. طبعا اللغه العربيه مقروءه وواضحه جدا، والاشعارات بتيجي بنفس الابلكيشن او نفس لوجو بتاع الابلكيشن اللي جاي منه الاشعار. عندك ده كل ده واتساب اهو، ده واتساب. عندنا هنا بقى ده الجيميل، اشعار بيجي دلوقتي واحنا بنتكلم اهو. بتقبل مجموعه كبيره من الاشعارات مش مجموعه قليله. ده شكل اللغه العربيه اهو. طبعا الاشعار مش بيجي بشكل كامل، بيجي بعدد كلمات معينه. طيب لما نسايب من اليمين للشمال كده بنخش على الوضع الرياضي اليومي. النهارده مشينا كام خطوه، حرقنا كام سعر حراري، مشينا مسافه قد ايه. عندك في داتا ثانيه لما بنطلع لفوق كده بيبقى في داتا عن الخطوات اليوم بتاعتك. بعد كده عندنا هنا الهارت ريت او نبض القلب. طبعا الساعه بتقيس على مدار اليوم وكمان بتقيس اكيوريت. احنا هنا بنتكلم في ساعه اصليه طبعا من غير ما نكون لابسين الساعه، مفيش اي قياسات. مجرد ما نلبسها هنلاقي القياسات اشتغلت معانا بشكل كويس. طيب ادينا بنجرب كده القياس اهو. قال الاكسجين مدينا نبض القلب دلوقتي 94. واضح ان النبض دلوقتي عالي شويه، وهي الساعه في ثانيتها يا معلم 94. الاثنين اهو بص مع بعض بالملي. هنا 94 95 دي علت شويه، دي هتلاقيها بتعلى دلوقتي او هتنزل لسه مش عارفين، بس بقت 88 ودي بقت ايه 91 93 اهوت. هنا 96. طبعا الصابع بيكون ادق من الايد بس هتلاقيها على طول بتقوم ظابطه يعني. فهنا 95 وطبعا قياسات يعتمد عليها. من الحاجات الحلوه في القياس او دقه القياس ان احنا عندنا هنا ده السنسور الاخضر اللي بيقيس نبض القلب. على بقى ايه نروح كده، ده طبعا قياس النوم. نمت امبارح اهوت 6 ساعات، كام ساعه نوم عميق، كام ساعه نوم خفيف، وهكذا. نروح بعد كده عندنا هنا قياس او الطقس، تزامن الطقس. بعد كده هنا التحكم في الساوند، وهنا المود الرياضي. انا كنت عايز اوريك حاجه مهمه قبل ما انساها. لما نخش على الاكسجين في الدم، سلاسل الاكسجين في الدم بتكون السلاسل الحمراء، وده المتعارف عليه فعلا. وطبعا سلاسل مختلفه، دي ده وده سلاسل النبض، وده سنسور الاكسجين. ركز معايا زي ما انت شايف اهو، دول بتوع الاكسجين وده بتاع النبض. دقه اقوى في القياسات. طيب احنا كروتنا الحاجات اللي في الشاشه الجانبيه، لكن احنا كده قلناها كلها بالنسبه لتزامن الطقس. وبعد كده عندك لما نصايب من الشمال لليمين بقى بنخش على القائمه. بنخش على القائمه بالشكل ده او بنخش على القائمه بالزرار ده، الاثنين بيدخلونا على القائمه. وعندك ضغطتين كده بنغير شكل القائمه، الشكل بقى المعتدل اللي احنا معتادين عليه في شرح الساعه. اول حاجه عندنا وهو الاوبشن الخاص بالمكالمات، نقدر ان احنا نعمل مكالمات مباشره من على الساعه. ثاني حاجه هي تزامن جهات الاتصال المتكرره، هنتكلم عنها طبعا في الجزء الخاص بالكونكشن. وبعد كده هيكون عندنا هنا سجل المكالمات الصادره والوارده، تزامن طبعا مع الموبايل. بعد كده عندنا هنا المساعد الصوتي او سيري، بنطلب او بندي اوردر من الساعه بتنفذ من على الموبايل. بعد كده عندنا هنا النشاط اليومي اللي شفناه من شويه. بعد كده عندنا هنا المود الرياضي او الالعاب الرياضيه اللي ممكن نلعبها واحنا لابسين الساعه. اول حاجه مثلا يكون المشي، ده شكل الساعه في اثناء ممارسه المود الرياضي. ده بقى بيظهر لك عندك ايه بقى الوقت، الساعه دلوقتي كام، وعندك هنا التايم اللي انت لعبته، عندك الهارت ريت، الخطوات لما بنروح كده بيكون السعرات الحراريه، وبتمشي كام خطوه في الدقيقه. لما بنعمل كده بنخرج من المود الرياضي بالشكل ده. بعد كده بيكون عندنا هنا سجل رياضات. انت لما تكون لعبت رياضه وعملت مثلا النهارده جري او مشي بيتسجل على مدار الايام وبيبان هنا. بعد كده عندنا هنا نبض القلب او قياس الهارت ريت شفناها من شويه. بعد كده عندنا هنا قياس النوم شفناها برده من شويه. الاكسجين وزي ما قلت لك ليها سنسور خاص بيها والسنسور الاحمر اللي هو هنا ده. بعد كده في عندنا الاشارات اللي احنا شفناها برده من شويه. بعد كده هنا تزامن الطقس. عندك بعد كده هنا الوضع الخاص بالمراه، تعمل طبعا الداتا دي من على الموبايل. تمارين التنفس عندنا هنا 2 مود لمده دقيقه او دقيقتين، تاخد شهيق وزفير مع الحركه بتاع الدايره عشان خاطر تحد من التوتر. عندك بعد كده هنا الستوب ووتش شغال بالشكل المميز ده، وعندك ان انت تسجيل للارقام على مدار الوقت. خش هنا بالشكل ده كده تعرف الاول دخل امتى والثاني دخل والثاني وهكذا. بعد كده عندنا هنا المؤقت، ظبط المؤقت والساعه بتعمل فايبريشن فيه لما المؤقت يخلص. بعد كده بيكون عندنا هنا منبه، بنضيف منبه من على الابلكيشن وبيحصل له تزامن على الساعه. نقدر ان احنا نظبط كذا منبه من على الابلكيشن نضيفهم على الساعه، ونقدر ان احنا نفتحهم ونقفلهم، وهنشوف ده برده في الجزء الخاص بالكونكشن. ضبط الوقت، عندك هنا اوبشن انك تظبط الوقت من على الساعه، لكن طبعا سيب الساعه تعمل تزامن مع الموبايل. بعد كده هيكون عندنا اوبشن البحث عن الموبايل. بعد كده هيكون عندنا الاعدادات. حاجه في الاعدادات هو اختيار نمط القائمه، في 3 انماط للقائمه نغيرهم بضغطتين على الزرار ده او من السيتنج. بعد كده عندنا الشاشه والسطوع بتاع الشاشه. اول حاجه بيكون عندنا هنا لو احنا عايزين نغير الخلفيات، الساعه بيكون عندنا 3 خلفيات اساسيه، ونقدر نضيف طبعا خلفيات من على البرنامج. بعد
بعد كده بيكون عندنا هنا التحكم في سطوع الشاشه ب5 مستويات مختلفه للسطوع. زي ما قلت لك انا بقلل سطوع التصوير عشان ما يحرقش الشاشه. مده الشاشه بتاعت الساعه من اول 5 ثواني لحد 30 ثانيه. وعندك هنا اوبشن الويك اب، لما نعمل كده الساعه تنور ولا لا وتفضل منوره لمده قد ايه. بعد كده هيكون عندنا الاوبشن الخاص بالاولويز اون ديسبلاي. كده قفلناه وكده بنفتح اذا كنا عايزين ساعه رقميه ولا عايزين ساعه عقارب. لو عملنا كده ادي شكل الساعه العقارب، ولو احنا عايزين نشوف الساعه الرقميه وادي شكل الساعه الرقميه. الساعه الرقميه حلوه جدا وفيها داتا كتير، تايم وهنا التاريخ واليوم وهنا السعرات الحراريه وعندك كمان الخطوات وعندك نبض القلب. فيها شويه داتا حلوه جدا فانا بفضلها كتير عن العقارب. طيب بعد كده هيكون عندنا هنا البطاريه واستهلاك البطاريه واوبشن وضع توفير الطاقه لو احنا عايزين نفتحه ونقفله. بعد كده عندنا هيكون قوه الاهتزاز في الغاء وفي ضعيف وفي قوي. الضعيف حلو جدا لكن لو انت مثلا محتاج تعمل القوي هيبقى احسن بكتير. التحكم في اللغه، عندك هنا الكيو ار الخاص بالبرنامج، وبعد كده عندك هنا ضبط الوقت لو انت عايز تظبطه من السيتنج. عندك هنا النظام بقى اللي هي الاباوت بتاع الساعه، ولو انت عايز تقفل الساعه، ولو انت عايز تعمل لها ريسيت، ولو انت عايز تعمل لها اعاده ضبط مصر. ده بالنسبه للحاجات الموجوده في السيتنج. وكده احنا اتكلمنا عن السوفت وير والمواصفات التقنيه بتاعه الساعه واستعرضنا مع بعض شكل الساعه مميز جدا والجميل قوي بصراحه. شكل الساعه حلو قوي، تقريبا واحده من ارخص الساعات الميليتري المقاومه للميه بمعيار 3 اي تي ام وتستحمل الصدمات والخبطات، لان قلت لك البادي كله ده من المعدن. كل ده من المعدن، حتى القطعه دي من المعدن، والحته اللي فيها الستيك من المعدن، الظهر من البلاستيك المقاوم. هنخش على الجزء من الفيديو ونتكلم عن طيب الساعه بتشتغل على برنامج اسمه فيت كلاود برو. ده البرنامج ودي الواجهات بتاعه البرنامج. اول واجهه دي الخاصه بالحاله اليوميه بتاعتنا، سواء الخطوات والنبض وخلافه وعدد ساعات النوم والاكسجين، كل القياسات الصحيه بتاعتنا. تمام. تاني واجهه عندنا الخاصه بالساعه نفسها. عندك اول جزء الخاص بالكونكشن هنا اهو. تمام. الساعه متصله حاليا، نسبه البطاريه، واول حاجه عندنا هنا التذكير بقى بالاشعارات والبرامج المهمه اللي عندك على الجهاز اللي محتاجها تبعت اشعارات للساعه. وعندك بقى كل البرامج الثانيه لو الاساسيه دي ما لقيتش فيها الحاجه المهمه اللي انت محتاجها ممكن تخش على المزيد من التذكيرات وتجيب بقيه البرامج زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي. زي ما انت شايف معايا كده كل البرامج اللي على الموبايل اقدر افتح اللي انا محتاجه واقفل طبعا اللي انا مش محتاجه. كل الحاجه اللي على الجهاز هتلاقيها موجوده. افتح وليكن مثلا اهوت يعني حاجات حتى بتاعه النظام، يعني حتى الابلكيشنز بتاعه النظام ممكن تعمل لها اشعارات. المهم بعد كده هيكون عندنا هنا المنبه. لو احنا عايزين نضيف بقى اوقات المنبه زي ما قلت مثلا انا محتاج اصحى مثلا الساعه 5 او 4 حسنا ونعمل تخزين كده. نزلت على الساعه بقت موجوده في الساعه بالشكل ده. وجبنا المنبه هنلاقي اهو تايم بقى موجود بتاع السحور، اقدر ان انا افتحه واقفله. بعد كده يكون عندنا هنا التذكير بالحركه، نقدر نفتحه ونقفله من هنا. والتذكير بوضع عدم الازعاج برضو بقدر افتح عدم الازعاج من هنا واقفله من هنا. عندنا بعد كده تذكير بشرب الميه. الساعه تفكرك كل مثلا وقت محدد انت بتفضله او تحدده ان انت محتاج تشرب ميه. بعد كده عندنا هنا جزء جميل جدا في الساعه او في البرنامج وهو الخلفيات. مجموعه كبيره جدا جدا من الخلفيات اللي ممكن تنزلها على الساعه عشان تغير شكل الساعه باستمرار. خلينا نجرب ننزل الخلفيه دي مثلا. ده شكل الساعه هي وهي بتنزل الخلفيه. ادي شكل الخلفيه بعد ما حملناها على الساعه اهو. طبعا شكلها حلو جدا وداتا كبيره جدا. وطبعا الساعه زي ما انت شايف بدون نوتش او حواف تكاد تكون معدومه. يعني عندك بقى مجموعه كبيره من الخلفيات تقدر تغيرها. وعندك كمان هنا انك ممكن تنزل صوره شخصيه، ودي بقى الخلفيات اللي انت حملتها قبل كده. بعد كده عندك هنا الالعاب الرياضيه. لو انت عايز تضيف لعبه رياضيه مش موجوده في البرنامج بتاع الساعه تقدر تضيف من خلال البرنامج. بعد كده هنا عندك تقارير طقس بتفتحها وتقفلها من هنا. عندك بقى انك تعمل الويك اب يشتغل معاك برضه بتفتحه وتقفله من هنا وشغال بشكل كويس جدا. وبعد كده تعزل القياس ان احنا نخلي الساعه تقيس على مدار اليوم. المراقبه المستمره لنبض القلب بنفتحه ونقفله من هنا وبنخلي فيه وقت بدايه ووقت نهايه. بعد كده عندك هنا بحث عن الساعه بتعمل فايبريشن فلازم تكون الساعه على مكتب او على سطح صلب عشان تعرف مكانها. هنا عندك انت بتلبس الساعه في ايدك اليمين ولا الشمال، نمط الساعه 24 ولا 12 ساعه. بعد كده طبعا احنا ناخد لقطه من على كاميرا. دي مثلا الكاميرا احنا مشغلينها نقوم رايحين ضاغطين بالشكل ده كده وعلى طول تقوم الساعه واخده او الموبايل واخد لقطه من على بعد. هيكون بعد كده هنا اعاده ضبط مصنع لو احنا عايزين نعمل ضبط مصنع للساعه. واخر حاجه هنا اصدار الجهاز لو في ابديت او حاجه بيظهر في المكان. بعد كده الشاشه الثالثه والاخيره هي الشاشه اللي فيها الجزء الخاص بصحه المرء او البيانات بتاعتك وهكذا. وده شكل الساعه زي ما انت شايف. وادي الاولويز اون ديسبلاي وادي الويك اب سرعته. خلينا اوريك التحكم في الساوند اللي شغال بشكل كويس جدا لما نكون حابين نسمع الساوند من على الساعه او من على الموبايل. ادي اول حاجه احنا كده الكونكشن مع الساعه عن طريق البلوتوث المباشر. لما بنسوايب من فوق لتحت كده بنعرف الساعه متصله عن طريق البلوتوث وعن طريق البرنامج. من خلال الاثنين الزرق دول كده الساعه متصله عن طريق المكالمات. ولو دخلنا على السيتنج الخاص بالبلوتوث هنلاقي ان الساعه متصله عن طريق المكالمات
المكالمات بس. لو احنا دخلنا هنا وفتحنا كمان الوسائط هنلاقيها فتحت عندنا في الموبايل، فبالتالي لما هنقفل الجزء الخاص بالوسائط اي صوت هيخرج من الموبايل هيكون في الموبايل بس مش هيروح للساعه. لو فتحنا الاوبشن ده اي صوت على الموبايل بالتالي هيروح للساعه. ده بالنسبه للتحكم في الساوند. ده الاوبشن او الاختيار اللي معاك في ان انت تحول الساوند او الصوت اللي على الموبايل يروح للساعه ولا مش عايزه. ده بالنسبه لصوت الوسائط اللي هي الفيديوهات، الساوندات اللي بتسمعها، وات ايفر بقى نوع الساوند اللي تسمعه. لكن المكالمات هتكون شغاله بشكل مباشر على الساعه زي ما انت شايف بالشكل. طبعا الساعه طلع نظام اسمه متصل سواء انت رابطها عن طريق البرنامج او عن طريق بلوتوث بشكل كويس جدا. تقدر ترد على المكالمه من على الساعه انت مفعل اوبشن الرد او كنسل لو انت مفعل برضه الاوبشن. لكن لو انت موصل الساعه عن طريق البرنامج بس فبالتالي تقدر تعرف اللي بيتصل بيك لكن مش هتقدر ترد ولا تكنسل مع الساعه. هنخش على الجزء الاخير من الفيديو ونتكلم عن خلاصه بقى وراي عام عن الساعه الزبليز الفيب 7 برو. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو الخاص بالساعه الزبليز فيب 7 برو اللي بتيجي ببعض المميزات الحلوه جدا والعيوب القليله اللي هنوضحها في الجزء اللي احنا فيه ده. من ضمن المميزات الحلوه ان هي بتيجي بشاشه اموليد مستوى عالي جدا تحت اشعه الشمس، هيديك رؤيه واضحه قوي، تدعم الاوزون ديسبلاي بشكلين مختلفين ممتعين وهيكملوا تجربتك مع استخدامك للساعه في الشاشه. تصميم متين وشكل شيك مناسب قوي للناس الرياضيين اللي بيحبوا يستخدموا الساعه في الرياضه. بتيجي طبعا بمكالمات بلوتوث، تدعم مكالمات وصوتها واضح جدا في المكالمات. بطاريه قويه جدا هتعتمد عليها في الاستخدام لفتره طويله، مش هتحتاج تشحن الساعه كل يوم. طبعا فيها مستشعرات صحيه زي نبض القلب، اكسجين، كل مستشعر فيهم جاي لوحده سواء النبض الاكسجين زي ما قلت لك النبض بيقيس باللون الاخضر والاكسجين بيقيس باللون الاحمر، فتقدر برضو تعتمد عليها في حته القياسات. لكن في نفس الوقت ممكن تلاقي شويه حاجات تضايقك كده في الساعه، زي مثلا الساعه جايه مش مقاوم ميه بمعيار كبير، جايب مقاومه الميه بمعيار 3 اي تي ام بس، فما تقدرش ان انت برضه تعتمد عليها قوي. لكن تقدر تغسل بيها ايدك، تتوضى بيها، تتعرض للمطر، الحاجات دي هتبقى مقاومه للميه. كده شكل خاص ريفيو خاص بالساعه الزبليز فيب 7 برو. اتمنى ما كنتش طولت عليك، اتمنى يكون الريفيو ضاف كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. في النهايه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتدينا اللايك الجميل وقول لي رايك في الساعه تحت في الكومنتات، هل تستحق الشراء ولا لا. كان معاكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.